رمضان كريم عليك يا حب، وإن شاء الله تكون أيام مفترجة. ساعات الواحد فينا مثلا بيبذل مجهود كبير في دراسته أو بيبذل مجهود كبير في شغله، بيطلع الحاجة من تحت إيديه 100%، ما عليهاش أي تعديل 100%. إذا كان في شغلك، في دراستك، في حياتك عامة، بص بيحط المجهود بتاعه كله في الحاجة دي. بس من رغم ذلك من إن بتلاقي ناس مش بتحس بالمجهود بتاعك ده، أو ما تعرفش يعني إيه معنى كلمة مجهود. أو فاللي بيحصل معاك دلوقتي حصل زمان أيام جدودك. كانوا 20,000 مجاهد بيحاربوا في جيش هارون الرشيدي، تمام؟ بس ال20,000 مجاهد دول أساميهم مش مكتوبة في السجلات، فبالتالي الناس مش تعرفهم، والناس مالهمش شهرة، فالناس مش هتعرفهم. بس من رغم ذلك كانوا بيحاربوا بجد وبإخلاص، وكانوا بذلوا مجهود كبير في الحرب، تمام؟ بس لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرف بالكلام ده، وعرف ان الناس دي ملاش شهرة، وان الجنود دي اللي في الجيش مفيش حد يعرفهم من الناس، قال كلمة واحدة بس المفروض كل واحد فينا عايش دلوقتي يحطها حلقة في ودانه. قال لك ان الله يعرفهم. معنى كذلك ان ربنا شايف ان المجهود اللي انت بتتعب في شغلك او في حياتك او في دراستك او في اي حاجة، ربنا شايف ده، وربنا عارف انت قد ايه انت بتتعب، علشان ربنا حاسس بيك وحاسس باللي جواك من غير ما تتكلم. انا مش بقولك كده مثلا عشان انا ديني ومثقف والكلام ده، لا، هي دي الحقيقة. يعني ربنا حاسس باللي جواك، ومقدر مجهودك اللي انت بتعمله، اذا كان في الشغل او في الدراسة او في الحياة او في اي حاجة. فانت بالتالي الكلام المستفاد من الفيديو ده، علشان ما اطولش عليك، انت بالتالي اوعى تستنى ان حد يحس بمجهودك من البشر. النجاح الحقيقي هو اللي عند ربنا، مش اللي عند البشر. البشر هيعيش يوم، يومين، سنة، سنتين، قرن، قرنين، في الاخر هيموتوا ويغوروا في 60 داهية. بس ربنا هو الدايم، الدوام لله وحده ونعم بالله. فانت بالتالي ما تتحبطش لما حد ما يحسش بمجهودك او ما يقدرش مجهودك، او يقولك انت طلعتها بالحظ، او انت ده جت معاك بالحظ، ويقولك كلام ملوش اي 60 لازمة. انت اتعب، وربنا شايف قد ايه انت بتتعب، ودوس على نفسك، وان شاء الله ربنا هيكبر بخاطرك وهيديك اللي انت بتتمناه. انا بقول الكلام ده لنفسي برضو، وبقوله لك وبقوله لاي حد شايف ان الحياة متقفلة. هي مسألة وقت، ربنا هيكرم كل واحد فينا في الوقت اللي ربنا شايفه صح، وكل واحد فينا هيستحق اللي هو مناسب ليه، اذا كان شغل، اذا كان الحياة المادية، اذا كان جواز شريكة حياة. كل واحد فينا ربنا هيكرمه باللي يستحقه في الوقت اللي ربنا شايفه صح، مش اللي انت عايزه، تمام؟ دي نصيحتي ليك، وربنا يكرم الجميع، وربنا يقدرنا على ان احنا نجتهد باكبر قدر ممكن في تحسين حياتنا.